بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية حابين ان احنا نبارك لنادي الهلال السعودي بفوزه على نادي مانشستر سيتي الانجليزي في كأس العالم للأندية 4-3. ألف مبروك لنادي الهلال اللي كتب التاريخ النهاردة وفاز على نادي مانشستر سيتي الانجليزي، وحش من وحوش أوروبا، وحش من وحوش الفرق الإنجليزية في الدوري الإنجليزي. اللي عمله النهارده نادي الهلال ما قدرش اي فريق عربي يعمله. نادي الهلال النهارده بيتعادل مع ريال مدريد وبيفوز على باتشيكو وبيفوز على كمان نادي مانشستر سيتي الانجليزي علشان تكون مفاجأة كبرى في كأس العالم للأندية. ألف مبروك لنادي الهلال، وللاتحاد الكرة السعودي كمان نقول له ألف مبروك على ان انت قدرت تنظم وتعمل بطولة دوري قوي في الدوري السعودي وتنظم مسابقة تكون قوية. خليني اقول لك ان نادي الهلال النهاردة اللي فاز على مانشستر سيتي ان هو ما حصلش على بطولة الدوري هذا الموسم، اللي حصل عليه الاتحاد. فانت تخيل كده اللي فاز بالبطولة، بطولة الدوري السعودي، عنده لعيبة عاملة ازاي، ما بالك بقى اللي هو خسران بطولة الدوري وما قدرش يجيب صفقات في فتح القيد الاستثنائي اللي فات ده بتاع كأس العالم للأندية. 4-5 صفقات فشل فيهم فهد بن نافل ان هو يجيبهم لنادي الهلال علشان يخش بيهم كأس العالم للأندية. فانت تخيل نادي الهلال النهارده بيفوز على مانشستر سيتي الانجليزي. وهنا ما تقوليش اصل نادي الهلال بيدعم من صندوق الاستثمار في السعوديه، لا، انت بص للقيمه التسويقيه لنادي الهلال وبص للقيمه التسويقيه لنادي مانشستر سيتي الانجليزي وبص للقيمه التسويقيه لنادي ريال مدريد اللي الهلال اتعادل معاه. ومش اول مره الهلال يلعب قدام فرق اوروبا كده. خليني اقول لك ان من سنتين نادي الهلال كان هيفوز على ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية، لكن يعني لسوء الحظ الكرة ما مشيتش معاه وخسر 5-3 من ريال مدريد، لكن خد وصيف العالم نادي الهلال من سنتين. النهارده نادي الهلال بيفوز على مانشستر سيتي الانجليزي، وكلنا عارفين مين هو مانشستر سيتي الانجليزي. ألف مبروك لنادي الهلال واتحاد الكرة السعودي اللي بيقدر هناك ينظم بطولة دوري محترمة، وكله هناك في الدوري السعودي سواسية، عكس عندنا احنا في مصر. كلنا عارفين الكرة المصرية بتدار ازاي، كلها بتدار من أجل مصلحة فريق واحد. حتى الفريق ده لما كان المفروض يتخصم منه 6 نقط خصموا له 3 نقط عشان ياخد بطولة الدوري. علشان كده نادي الاهلي لما بيروح كأس العالم للأندية ما بيعرفش يلعب كورة هناك. كلنا شفنا النادي الاهلي لما بيواجه فرق اوروبا بيخسر على طول هناك في كأس العالم للأندية. ما تكلمنيش وتقول لي تعادلنا 4-4 مع بورتو. نادي بورتو البرتغالي انا مش هعترف بيه، انا مش هعترف غير بالأندية القوية زي مانشستر سيتي كده، زي ريال مدريد، زي بايرن ميونخ. دي الأندية اللي انت صح تقدر تقول انا لعبت قدامها وشرفت الكرة المصرية. لكن انت كبيرك بتلعب مع فرق من البرازيل وفرق من اوكيانوس وفرق مش عارف ايه ما نسمعش عنها، وفي الاخر تيجي تقول لي انا خدت مركز ثالث ومركز رابع ومركز خامس. وبص على نفسك ابص على نفسي ايه؟ انت المفروض تبقى مكسوف على دمك وعلى مكسوف من نفسك. انت ما انت شايف نادي الهلال السعودي وصل لايه؟ وانت معاك فريق تقدر تفوز على نادي الهلال. ده انت عامل فريق من افريقيا، مش اقوى فريق في افريقيا. ما فيش فرقه في افريقيا عندها لعيبه زيك. امام عاشور وزيزو وبن رمضان وديانج وتريزيجيه وبن شرقي وجريديشار وسام ابو علي. منتخب تلعب بيه كاس عالم للانديه، كاس عالم للمنتخبات مش للانديه. النادي الاهلي عنده فريق والله يلعب بيه كاس عالم منتخبات مش انديه، وفي الاخر لما بيجي يروح كاس العالم للانديه بيكسب جماهيره ويحرق دمها. انت متخيل لما تروح كاس عالم
علشان تتفسح، انت رايح عشان تتفسح. لعيبتك دي مش رايحه علشان تنافس فرق اوروبا وتقول النادي الاهلي جاي علشان يثبت ان هو وحش بطل افريقيا صاحب القرن الحقيقي بقى. لكن انت ما بتروحش هناك، انت لعيبتك لازم بتبقى رايحه خايفه هناك هتعمل ايه قدام ميسي وهتعمل ايه قدام مش عارف بالميراس ادي اللي انت بتروح بيه. لعيبتك بتبقى رايحه هناك علشان تتفسح تجيب هدايا وتتفرقع وتاخد حصاله المجموعه وترجع تاني. والله عيب، والله عيب. وتيجي في مصر هنا تلاقي اتحاد الكوره بيزق فيك ورابطه الانديه بتزق فيك، يلا خد يا اهلي البطوله، هنأجل لك 20 مباراه، هنأجل لك مش عارف شهر عشان تلعب في افريقيا. لكن بيراميدز يا عيني، بيراميدز لا مالكش تأجيل، ده انت لو ما رحتش المباراه بتاعت سيراميكا هيتخصم منك 6 نقط. ده اللي بيحصل عندنا. علشان كده الكره المصريه ما بتتطورش، الكره المصريه ما بتتطورش. لكن اتفرج كده على الكره السعوديه، الناس هناك بتطور من المنظومه الرياضيه. علشان كده الانديه بنشوفها ما شاء الله بتطلع تلعب بتشرف الدوله السعوديه. الف مبروك لنادي الهلال تاني بفوزه على مانشستر سيتي الانجليزي، وان شاء الله باذن الله الاصابات كمان اللي في نادي الهلال ترجع ويكونوا موجودين قدام نادي فلامينزي البرازيلي ويفوزوا عليه ويوصلوا لدور الاربعه. وبعد كده وقت ما يوصلوا هناك يبقى لكل حادثه حديث ان شاء الله. الف مبروك لنادي الهلال بفوزه النهارده على مانشستر سيتي الانجليزي. شرفتم المملكه العربيه السعوديه وشرفتم الوطن العربي. طيب ما تيجي كده بقى نحكي في الكلام بتاعنا احنا بتاع الدوري المصري ونشوف الاخبار عندنا ماشيه ازاي. طيب اول خبر بيقول لك ايه؟ بيقول لك النادي الاهلي بيمنح خوسيه ريبيرو دعما كاملا في ملف التدعيمات وحسم موقف الراحلين. طيب خليني اقول لك الاخبار اللي احنا عرفناها، ان مجلس اداره النادي الاهلي اجتمع بالمدير الفني خوسيه ريبيرو واداله كافه الصلاحيات وقال له يا سيدي انت عندك دلوقتي اللعيبه اللي انت مش محتاجها اكتب لنا قائمه باسماء اللاعبين واحنا هنتصرف فيه. اللي مش محتاجينه هنطلعه اعاره، واللي مش محتاجينه خالص هنبيعه بيع نهائي. اما اللعيبه او المراكز اللي انت محتاجها قول لنا عليها علشان نقدر نشتريها لك ونوفر لك احتياجاتك علشان تبتدي الموسم اللي جاي قوي باذن الله. ده اللي اتقال من نادي الاهلي مع خوسيه ريبيرو. فطبعا الراجل هيحدد لسه الاسماء اللي هترحل من النادي الاهلي وهيطلب منهم الصفقات او المراكز اللي هو محتاجها في الفريق. طيب خليني اقول لك كمان ان في خبر بيقول لك ان النادي الاهلي بيعلن عدم تفعيل بند شراء عقد عطية الله. طيب يعني النادي الاهلي كده اصبح بيقول لعطية الله متشكرين على خدماتك وان احنا خلاص مش محتاجينك ومش هتكون معانا في بدايه الموسم القادم. ليه؟ النادي الاهلي قال لك احنا مش محتاجين عطيه الله فنيا وهنقدر نتعاقد مع لعيب غيره اللي هو محمد شكري. خليني اقول لك كمان ان النادي الاهلي عنده بدل اللاعب عنده اثنين، عنده كريم الدبيس وعنده احمد كوكا، وكمان بيحاول ان هو يخلص اللاعب محمد شكري من نادي سيراميكا. كمان ممكن يكون خلص محمد شكري من سيراميكا. علشان كده النادي الاهلي بيستغنى عن عطيه الله. طيب تعالى بقى كده نتكلم يا زملكاويه مع بعضينا ونفضفض مع بعضينا كده ونشوف المدير الفني اللي هيجي لنادي الزمالك هو فعلا يليق بنادي الزمالك ولا ما يليقش بنادي الزمالك. خليني اقول لك ان الاسم اللي بقى هو المتردد والقوي على الساحه الرياضيه اللي هيمسك نادي الزمالك هو المدير الفني يانيك فيريرا، المدرب البلجيكي صاحب العمر 44 سنة. الراجل ده خلاص أصبح بقى مرشح بقوة لتدريب نادي الزمالك. طيب كل الناس قالت لك ان خلاص جون ادوارد تعاقد او في انتظار وصول يانيك فيريرا يوم الاربعاء علشان يوقع العقود رسميا مع هذا المدرب البلجيكي. طيب المدرب ده يعني ايه السي في بتاعه؟ ايه الفرق اللي دربها؟ ايه البطولات اللي حصل عليها؟
طيب تعالى بقى نتكلم عن يانيك فيريرا ونشوف درب مين، وكم مباراة لعبها، وكم مباراة قدر يفوز بيها، وكم مباراة قدر ان هو يتعادل فيها، وكم مباراة خسرها. طيب عشان ما اطولش عليك، يانيك فيريرا هو بلجيكي الجنسية وعنده 44 سنة. الراجل ده درب نادي ستاندرد لياج وحصل معاه على بطولة الكأس، كمان درب فريق درجة تانية وقدر يفوز معاه ببطولة الدوري ويصعد للبطولة الدوري الممتاز هناك عندهم، كمان قدر يحصل على بطولة الدوري السعودي، لكن مش مدير فني، كان مساعد لمدير فني. وقدر في 2011 2012 حاجه زي كده ان هو يحصل مع نادي الشباب السعودي على بطوله الدوري السعودي هناك. يبقى كده المدير الفني قدر يحقق 3 بطولات. طيب تعالى بقى كده نشوف المباريات، اجمالي المباريات اللي لعبها مع الانديه كلها. لعب كام مباراه؟ المدير الفني ده يانيك فيريرا لعب 348 مباراه، قدر يفوز في 154 مباراة، وقدر ان هو يتعادل في 76 مباراة، وخسر 118 مباراة. ده التاريخ والسي في بتاع المدير الفني الجديد اللي جون ادوارد بيحاول ان هو يخلص معاه ويتعاقد معاه علشان يكون مديرا فنيا لنادي الزمالك. طيب انت كزملكاوي وانا كزملكاوي عايزين كده نتكلم مع بعض كده. انا هقول لك رايي، وانت لو وصلت معايا لغايه هنا قول لي رايك في التعليقات. هل انت شايف ان يانيك فيريرا ده يليق باسم نادي الزمالك؟ نادي الزمالك صاحب البطولات لسه هيجيب مدرب ما عندهوش خبره؟ لسه هيجيب مدرب ما قدرش ان هو يحقق بطولات؟ مدرب يعني تقدر تقول ان هو اجمالي الفوز بتاعه حاجه و40% 44%، يعني مش حاجه، يعني مدرب ضعيف لا يليق بنادي الزمالك. طيب انا كزملكاوي ايه رايي؟ انا والله شايف ان المدير الفني ده لا يصلح لنادي الزمالك. ليه؟ انت محتاج كنادي زمالك محتاج مدرب قوي، سي في قوي، يكون عارف الكره المصريه، عنده درايه بالكره الافريقيه، عنده درايه بالكره العربيه، لانك انت كنادي الزمالك هتشارك في بطوله عربيه، ده الطبيعي، هتشارك في بطوله الكونفدراليه، بتشارك عندك بطولات كتيره في الدوري المصري، فانت لازم تكون بتدور على مدير فني يبقى حافظ الفرق المصريه، حافظ الفرق الافريقيه والعربيه، علشان يقدر ينافس ويبقى منافس قوي نادي الزمالك في كل بطوله بيخشها. لكن ده مدير فني جديد هتجيبه لنا، لو خسر لا قدر الله هتقول اصل لسه في البدايه، الراجل لسه بيتاقلم مع الفريق، الراجل لسه ما يعرفش الكره الافريقيه، الراجل لسه ما يعرفش الفرق المصريه، اصل الراجل مش متاقلم على الاجواء هنا. ادي الكلام اللي هيحصل لا قدر الله لو الزمالك خسر اي بطوله من البطولات اللي جايه اللي هيشارك فيها باذن الله. فانت مش حفله تجارب. عم جون ادوارد انت لازم تكون عارف الكلام ده. هتقول لي انا المسؤول، يعني انت المسؤول هترجع لي البطوله لو انا خسرتها، تقول لي والله خد ادي البطوله اللي انت خسرتها عشان انا مسؤول رجعتها لك، ولا ايه بالظبط؟ ولا لو نجح المدير الفني ده هتقول انا صاحب القرار، انا اللي جبته، عيني شافته، وكنت عندي قناعه ان هو هيعمل حاجه مع نادي الزمالك. ما احناش عارفين. احمد حسام ميدو راجل فاهم، هو والكابتن حازم امام المفروض المعلومات دي كلها يقعدوا ويتكلموا مع جون ادوارد. لكن خليني اقول لك حتى لو المدير الفني ده جه، لان انا رايي في الاول وفي الاخر لا هيقدم ولا هيأخر. لو الراجل ده جه ودرب لنادي الزمالك، انا كزملكاوي هساند نادي الزمالك سواء المدرب ده موجود او مدرب غيره، لازم اساند علشان ده فريقي. طيب ده كده المدير الفني يانيك فيريرا. طيب ما تيجي كده نشوف كده اسماء الراحلين من نادي الزمالك
او بعض الاسماء الاقرب من الرحيل من نادي الزمالك. طيب الاسماء اللي هي ممكن ترحل او بعض الاسماء اللي ممكن ترحل من نادي الزمالك، اول واحد هو سيف الدين الجزيري. خلاص كلنا عارفين ان سيف الدين الجزيري هيتسوق وهيتباع ان شاء الله، يا اما لو مش هيتباع او هو اللاعب مش عايز يتباع، هيحاول جون ادوارد ان هو يفسخ التعاقد بالتراضي ما بين الطرفين. طيب اول واحد سيف الدين الجزيري، واللاعب الثاني هيكون مصطفى شلبي اللي مصمم يرحل لنادي البنك الاهلي. كمان اللاعب الثالث هيكون مصطفى الزناري، واللاعب الرابع مهاب ياسر، واللاعب الخامس حسام اشرف، واللاعب السادس هيكون محمد عاطف، واللاعب السابع هيكون ايشو، واللاعب الثامن هيكون حازم اسامه. دي كده بعض الاسماء القريبه جدا من رحيل من النادي الزمالك. طيب ما تيجي كده نشوف اخر خبر معاه لانه هو خبر مهم جدا جدا. طيب حسام عبد المجيد، كلنا عارفين ان حسام عبد المجيد رافض التوقيع مع نادي الزمالك، واللاعب بيقول لك انا عايز احترف بره. ده كلام حسام عبد المجيد مع جون ادوارد او مع لجنه التخطيط في نادي الزمالك. طيب الانديه اللي مهتمه بالتعاقد مع حسام عبد المجيد هم 4 انديه. عندك نادي جينيك البلجيكي، وعندك نادي زينيت الروسي، وعندك نادي سيسكا موسكي الروسي، وعندك نادي بازل السويسري. طيب ايه المقابل المادي او العروض اللي مقدمينها الانديه ديت علشان يتعاقدوا مع حسام عبد المجيد؟ خليني اقول لك ان في انديه من الانديه ديت عارض $1.5 مليون على نادي الزمالك، وفي منهم انديه عارضه 2.5 على نادي الزمالك. لكن لجنه التخطيط والمدير الرياضي جون ادوارد شايفين ان هذا الرقم لا يليق بنادي الزمالك ولا هيناسب نادي الزمالك في لاعب بحجم حسام عبد المجيد. كلنا عارفين ان حسام عبد المجيد في الفتره الاخيره مع نادي الزمالك من احد الاعمده الاساسيه في الفريق، وهو بل يكاد يكون افضل مدافع في نادي الزمالك وفي الدوري المصري. علشان كده ما ينفعش ان هو يدفع في حسام عبد المجيد المبلغ البسيط ده، فالاداره شايفه ان المبلغ ده مبلغ لا يليق بنادي الزمالك. خليني اقول لك كمان قبل ما اختتم الفيديو معاك ان جون ادوارد مدي مهله لحسام عبد المجيد من 10 ل 15 يوم يحسم قراره، اما بتجديد عقده مع نادي الزمالك يا اما بالرحيل او التجميد اللاعب. ده اللي اتفق مع جون ادوارد ولجنه التخطيط في نادي الزمالك مع حسام عبد المجيد. مش حسام عبد المجيد بس، لا، كل الكلام طالع كمان ان حسام عبد المجيد واللاعب محمد السيد هو كمان نفس الكلام. وخليني اقول لك ان الاثنين بالتاكيد ماضيين مع النادي الاهلي، وكلهم عايزين يطلعوا كباري بره علشان يرجعوا للنادي الاهلي، وكأن النادي الاهلي مش شايف في مصر لعيبه غير لعيبه نادي الزمالك، زي ما فضى نادي الاسماعيلي ناوي يفضي نادي الزمالك، لكن ان شاء الله ده مش هيحصل ابدا. وفي النهايه كده اكون انا خلصت كل كلامي ورأيي عن الأخبار، وقلت كمان رأيي عن الهلال السعودي اللي قدر يفوز النهارده. ألف مبروك كمان للهلال السعودي. وأنا بختتم الفيديو، وفي النهاية ما يسعنيش غير إن أنا أشكر حضراتكم. سلام.